بيبدأ الفيلم في أحد المختبرات في جامعة كالفر، وبيعملوا تجربة على بروس، وفجأة بروس بيتحول لوحش أخضر ضخم جدا، وبيحصل انفجار شديد وبيمسك كل الموجودين وبيضربهم. وبعد فترة كبيرة بنشوف بروس في البرازيل قاعد بيتفرج على التلفزيون ومعاه قاموس لتعليم اللغة البرتغالية، وبعدها بيمشي وبيروح عند مدرب فنون قتالية وبيعلمه ازاي يتحكم في غضبه ويسيطر عليه، عشان بروس لما بيغضب بيتحول لوحش ضخم جدا. وبروس بيشتغل في مصنع لتعبئة المواد الغذائية، ولما جهاز بيعطل بينده عليه مدير المصنع وبيقوله ان هو يجي بسرعة ويصلحه. فجأة بروس بيتعور وبتنزل نقطة دم منه على ازازة، ومفيش حد بياخد باله، وبتكون الشحنة دي هتروح امريكا. وبروس بيشوف واحد من العمال الموجودين معاه في المصنع وبيضايق زميلته، فبيروح يدافع عنها وبياخدها وبيمشي. وبعدها واحد بيقابله وبيديله زهرة كان طالبها منه. وقتها بنعرف ان بروس بيتواصل مع واحد من علماء الوراثة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتعاملوا مع بعض بأسماء مستعارة عشان محدش يكشفهم. وبيقول له ان هو لقى الزهرة اللي قاله عليها، وبيقول له الدكتور ان هو يجربها بجرعة كبيرة جدا. فبياخد الزهرة وبيطحنها وبيحولها لمصحوب، وبيضيف عليها مواد تانية وبيعمل خلطة وبيجرح نفسه، وبياخد من الخلطة دي وبيحط عليها نقطة دم وبيفحصها تحت المجهر، وبيلاحظ تضخم في الخلايا بشكل كبير جدا وسريع. فبيرجع يكلم الدكتور مرة تانية وبيقوله ان التجربة فشلت ومحصلش اي تغيير. والدكتور بيقترح عليه وبيقوله ان هما لازم يتقابلوا لانه صعب يعيش بإشعة غامة طول عمره. وبنروح لأمريكا وبنشوف راجل كبير بيشرب ازازة صودا، وبتكون هي الازازة اللي نزلت فيها نقطة دم من بروس. وبعد ما بيشرب الازازة بتقع من ايده وبيحصل له تسمم، وبيبلغوا الجنرال روس بالحادث ده، وبيقولوا له ان في راجل شرب ازازة صودا ولقينا في جسمه كمية كبيرة جدا من اشعاعات جاما. وبيعرفوا ان الاشعاع جاما اللي في جسم الراجل الكبير هي نفس اشعة جاما اللي موجودة في جسم بروس. وبيسألهم شحنة الصودا دي جاتت منين، فبيقولوا له من مصنع في البرازيل. فبيطلب روس انهم يجهزوا قوات ويروحوا البرازيل ويقبضوا على بروس، بس في هدوء تام جدا. وفعلا بيجهزوا القوات اللي هتروح البرازيل وتعتقل بروس، وبيكون بلوسينكي من ضمن الفريق اللي راح يقبض على بروس، وبيكون مقاتل محترف جدا وعشان كده بيستعينوا بيه في المهمة الخطيرة دي. وروس بيقول لهم في الطيارة ان بروس هربان من الحكومة الامريكية ومتورط في موت علماء الابحاث الجينية، وانه سرق اسرار عسكرية وهرب من امريكا. وبيقول لهم مهمتكم انكم تقبضوا عليه حي ومتستخدموش اي ذخيرة حية ضده، ولكن استخدموا طلقات مخدرة. وبيوصل فريق المقاتلين عند بيت بروس وبيقتحموه، ولما بيدخل عشان يقبضوا عليه مش بيلاقوه، وبيكون بروس هرب واستخبى عند زميلته اللي شغالة معاه في المصنع. ولما بيعرف ان الشرطة سابت بيته ومشيت بيخرج للشارع علشان يهرب منهم، لكن بيشوفوه المقاتلين وبيبتدوا يجروا وراه ويطاردوه. وبروس بيفضل يهرب من مكان لمكان ومن شارع لشارع، وبعد مطاردة لفترة كبيرة جدا بيقابل عصابة وبتتخانق معاه في الشارع، لكن بيقدر يهرب منهم بسهولة. لكن مش بيسيبوه وبيفضلوا يطاردوه هما كمان. وبيروح بروس وبيستخبى جوه المصنع اللي شغال فيه، لكن العصابة بيمسكوه وبيفضلوا يضربوه وبيفضل يحذرهم وبيقول لهم ان هو مش عاوز يغضب لانها هتحصل كارثة كبيرة مش هيعرفوا يسيطروا عليها، لكن بيستمروا في ضربه وبيرموه على الارض. ووقتها بروس بيتحول لوحش ضخم جدا وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبتهجم عليه الشرطة وبيفضل يضربوا عليه نار، لكن ما بيقدروش يقتلوه او يسيطروا عليه. فبلونسينكي بيفضل يجري وراه ويضرب عليه نار علشان يقتله. وبروس غضب وبيزيد جدا حجمه وبيدمر المصنع وبيقتل فيهم وبيهرب. وبعدها بيروحوا البيت اللي كان قاعد فيه وبيدوا الجنرال صورة بيتي، وبيقولوا له ان هي دي البنت اللي بتساعده، وبتكون بيتي دي هي بنت الجنرال. وبلوسينكي بيقول له احنا كنا قربنا نقبض عليه، لكن فجأة ظهر وحش ضخم جدا وقوي جدا وابتدى يهجمنا. لكن الجنرال بيقول له ان الوحش اللي انت شفته ده يبقى بروس نفسه بعد ما اتحول. وبيفوق بروس وبيرجع طبيعي زي الأول، وبيلاقي نفسه واقع جنب نهر في وسط الغابة، وبيروح يوقف عربية على الطريق وبيطلب من السواق انه يوصله في طريقه. ووقتها الجنرال روس وفريقه بيرجعوا لأمريكا بعد ما فشلت مهمتهم. فبلونسينكي بيقول لروس ان هو عاوز يبدأ مهمة جديدة عشان يقبض على بروس، وبيقول له بس لازم يكون معانا فريق قوي جدا ومدرب مش زي الفريق اللي كان معانا في المهمة اللي فاتت. وبنشوف بروس قاعد لوحده مرهق، وبعدها بيروح بروس يشتري هدوم جديدة تناسبه لو اتحول مرة تانية. والجنرال روز بيقول لبلوسينكي انهم كانوا بيشتغلوا في تطوير سلاح يحسن من قدرات الجندي الامريكي، وعملنا التجربة على بروس وهو ما كانش عارف اننا بنطور سلاح، ولكن في لحظة حصل خطأ وبيتحول فيها الراجل الضخم ما قدرناش نسيطر عليه، وهو ده كان هدفنا من التجربة.
وبيروح بروس للجامعة عشان يقابل بيتي. لما بيشوفها قاعدة لوحدها بيتردد ان هو يروح يكلمها، وبعدها بيجي واحد صديقها وبيمشوا مع بعض. لكن بعدها بيتي بتقدر تقابله في الشارع وبتاخده معاها لبيتها، وبيروحوا بيتها علشان يستخبى فيه. وبيسأل بيتي وبيقول لها انا عاوز اعرف ابوكي كان عاوز يسمع مني ايه، وايه التجربة اللي عملها، وهدفه ايه. ولكن بيفهم انهم كانوا بيطوروا سلاح علشان يقوي من قدرات الجنود. والجنرال روز بعدها بيدي البوليسينكي مصل اللي هيقدر يحوله لراجل ضخم جدا، بس هيكون على جرعات خفيفة جدا. وتاني يوم بتروح بيتي علشان توصل بروس للمحطة، وقبل ما بتودعه بيلاحظوا وجود قوات من الجيش بتحاصرهم. فبيجري بروس وبيحاول يهرب منهم قبل ما يمسكوه. وبروس بيدخل مكتبة كبيرة جدا وبيحاول يستخبى فيها، ولكن الجنود بيدخلوا وراه وبيطاردوه. وبيطلع فلاشة عليها معلومات التجربة اللي اتعملت عليه، وبيبلعها علشان يحميها، فما بتقعش في ايد حد تاني او يعيدوا التجربة مرة تاني على الجنود. وبيتي بتقف قدام المدرعة وبتترجى ابوها ان هو يسيب بروس يمشي، لكن ابوها بيرفض وبيؤمر جنوده ان هم يطردوه ويقتلوه. فبيقفلوا عليه الجسر وبيرموا عليه قنبلة مسيلة للدموع. فجأة بروس بيتحول للراجل الضخم وبيدمر الجسر، وبتفضل قوات الشرطة تضرب عليه نار، وبيستخدموا أسلحة قتل علشان يقتلوا بروس. وبروس بيدمر كل عربياتهم وبيقتل عدد كبير جدا منهم. وبلوسينجي بيهجم عليه وبيحاول يقتله لكن بيفشل، وبيجري وبيهرب من بروس قبل ما يقتله. وبيواجهه بموجات صوتية عالية جدا عشان يمنعه انه يتحرك، لكنه بيدمر عربياتهم. وبعدها بيرجع بلوسونيكي ان يتحدى وبيقف قدامه، فبيضربه ضربة قوية جدا وبيخلص عليه. وبعدها بتيجي طيارة مقاتلة وبتضرب عليه نار علشان تقتله، ولكن بروس بيقدر يفجرها وبتقع جنبه. وبيكون مع بيتي لكنه بيحميها من الانفجار والنار، وبينقذ حياتها وبياخدها وبيهرب لمكان بعيد جوه كهف فوق جبل عالي جدا. ولما بيسمع صوت الرعد بيفتكر ان في طيارات جاية تهاجمه، فبيغضب جدا وبيستعد للقتال. لكن بسرعة بيتي بتهديه وبتقوله مفيش حد وان ده صوت الرعد. وبنشوف بلوسينكي في المستشفى وجسمه كله بيكون متدمر بسبب الضربة القوية من بروس. وتاني يوم بيتي بتاخد بروس وبتروح تقعد في بيت في منطقة بعيدة جدا علشان مفيش حد يعرف مكانه. وبعدها بروس بيقول لها انه قدر يخرج الفلاشة اللي بلعها، واللي بيكون فيها كل معلومات التجربة اللي اتعملت عليه، وكل وسائل الإعلام ابتدت تتكلم عن القتال اللي حصل مع قوات الجيش. وبتقول إن الناس شافت مخلوق ضخم جدا كان بيهاجم قوات الجيش ودمرهم، ولحد الآن مش عارفين طبيعة المخلوق ده. وبلوسينكي بيخف بسرعة جدا من الإصابات، والجنرال بيفرح جدا وبيعرف إن التجربة نجحت عليه. وبيقول له بلوسينكي أنا مستعد للجولة التالتة. بعدها قوات الجيش بتقدر توصل للدكتور اللي كان بيتواصل معه بروس، وهو في البرازيل، وبيكون دكتور وعالم في الجينات الوراثية، وبيكون اسمه سترونز، وبيكون عايش في مدينة نيويورك. وبيتي بتسأل بروس وبتقوله انت بتحس بإيه لما بتتحول لوحش، وهل بتفكر في حاجة بعدها لما بترجع لطبيعتك ولا لأ. فبيقول لها بفتكر بعض الصور بس ما بعرفش ايه اللي حصل وقتها. وبيقول لها ان هو عاوز يتخلص من اشعة جاما اللي موجودة في جسمه عشان يدمر المخلوق الضخم اللي جواه ويعيش حياته بشكل طبيعي. وبعدها بيروح الجنرال وبلوسينكي علشان يدوله الجرعة التالتة من المصل اللي هيحوله لوحش ضخم جدا ويقدر يتحدى بروس ويغلبه. وبتروح بيتي وبروس عند الدكتور ستورينز علشان يجرب عليه علاج ويخلصه من أشعة جاما اللي بتحوله لمخلوق عملاق وشرس. والجنرال روز بياخد قوات خاصة علشان يوصل للدكتور ستورينز اللي كان بيتواصل مع بروس، وبيكون مع بوليسينكي. وبيبدأ الدكتور ستورينز التجربة على بروس عشان يخلصه من أشعة جاما اللي موجودة في جسمه، وكمان يخلصه من المخلوق الضخم اللي جواه. وبيبدأ التجربة على بروس، وابتدى بروس يتحول للمخلوق الضخم فجأة، لكن بيهدى وبسرعة من المصل المضاد وبيقدر يرجع طبيعي مرة تانية. وبتبقى التجربة نجحت عليه، إلى حد ما. ووقتها قوات الشرطة بتحاصر بيت الدكتور وبيكونوا مستعدين للهجوم عليه، وبيضربوا بروس بطلقة مخدرة. وبعدها بيقتحموا المكان وبياخدوا بروس وبيعتقلوا. بعدها بنته بيتي بتقول لأبوها إن هو السبب في اللي حصل لبروس، وعشان أغراض شخصية عمل فيه كده، وتقول له إنها تبرت منه وإنه مش أبوها من النهاردة. بعدها بلوسينكي بيروح للدكتور ستورينز وبيقول له عاوزك تديني المصل اللي يقدر يحولني ضخم زي بروس. لكن الدكتور ستورينز بيقول له ان العينات اللي عنده ممكن تحوله لوحش ضخم جدا
وشرس، وعشان كده ما ينفعش يدي المصل فجأة. لكن بلوسينكي بيخنقه وبيحاول يقتله، لكن الدكتور بيوافق في الاخر ان هو يحقنه بالمصل. وبيبدأ عليه التجربة، وفجأة بيتحول بلوسينكي لمخلوق غريب جدا وشرس، وبيبدأ يدمر في المكان وبيهجم على الدكتور وبيخرج على الشارع وبيهاجم الشرطة وبيقتل في الجنود. وبيتصلوا بجنرال روس وبيقولوا له ان بروس لسه موجود في الشارع وبيهجم عليهم وبيقتلهم وبيدمر كل حاجة موجودة في طريقه. وجنرال روس مش بيصدق لان بروس موجود معاه في الطيارة، وساعتها بيحس ان في حاجة غلط وبيأمر الطيار ان هو يرجع بيهم تاني للمدينة عشان يشوف المخلوق اللي ظهر فجأة. ولما بيرجعوا بالطيارة بيشوفوا من الكاميرات مخلوق ضخم جدا، وبيقول له بروس ان هو يبقى واحد من رجالتك. وبتفضل الشرطة تضرب فيه، لكن الوحش بلوسينكي بيفضل يدمر في العربيات وبيقتل في رجالة الشرطة. وبيحاول واحد منهم يضرب بار بي جي، ولكن ما بيأثرش فيه، وبيغضب جدا وبيفضل يكسر في العربيات اللي في الشارع وبيدمرهم كمان، وبيهاجم العربيات الشرطة وبيقتلهم. وقتها بروس بيطلب من الجنرال ان هو يسمح له يروح يواجه الوحش، لكن الجنرال بيقول له ولو ما قدرتش ان انت تقتله هيحصل ايه في كل المدينة. لكن بيصر بروس ان هو يواجه، وبيقول له احنا اللي صنعناه ولازم نسيطر عليه. ساعتها بيوافق الجنرال وبيطلب من الجنود ان هم يفتحوا له الطيارة وينزل منها. وبينط بروس من الطيارة وبيقع على الارض بقوة وبيفتكروا ان هو مات، لكن بيخرج من الارض وبيكون اتحول لهالك الضخم. وبيبدأ القتال مع بلوسينكي المتحول للوحش، وبيفضلوا يضربوا في بعض وبقوة وبشراسة، لكن الوحش بلوسينكي بيكون قوي جدا وبيقدر يضرب هالك ضربات قوية جدا. وفي طيارة مسافة بعيدة جدا، وقتها هالك بيغضب جدا وبيمسك عربية وبيقسمها نصين وبيروح يهجم على الوحش بلوسينكي وبيبدأ يضرب فيه وبيوقعه على الأرض وبيضربه ضربات قوية جدا. لكن كل الضربات دي مش بتأثر في الوحش بلوسينكي. فروس بيؤمر طيارة مقاتلة انها تهاجم الوحش بلوسينكي وبتقتله، وبتبدأ الطيارة تضرب عليه نار وتحاول تقتله وبتطارده وقت طويل جدا. لكن فجأة بيقدر ان هو يتعلق في الطيارة وبيحاول يدمرها، لكن هالك بيمسك في رجله وبيفضل يضرب فيه، وبتبدأ الطيارة تفقد توازنها والناس اللي موجودة فيها بتقع وبتلف الطيارة بطريقة غريبة جدا وبتقع على الأرض. لكن الناس اللي فيها بيكونوا لسه عايشين، والوحش بلوسينكي بيخنق هالك وبيحاول يقتله وبيضغط عليه بكل قوته، لكن هالك بيقدر يفك منه وبيسدد له ضربات قوية جدا وبيبعد عنه. فالوحش بلوسينكي بيمسك سلسلة ضخمة جدا وبيبدأ يضرب بيها هالك وبيدمره وبيوقعه على الأرض. وبعدها بيمسك السلسلة مرة تانية وبيحاول يدمر الطيارة ويقتل الجنرال روس. ولكن قبل ما بيقتلهم هالك بيتصدى ليه وبياخد السلسلة منه وبيبتدي يخنقه وبيضربه ضربات قوية جدا وما بيقدرش يفلت منه. وقبل ما يقتله بيتي بتوقفه وبتترجاه ان هو ما يقتلوش، وبيستسلم الوحش بلوسينكي وهالك بيضربه وبيرميه برجله. وكل قوات الشرطة بتحاصر المكان وبتروح له بيتي وبتشكره وبتعتذر ليه عن كل اللي حصل معاه. وفجأة بتظهر الطيارة في الجو وبتحاول تهاجم هالك، لكن بسرعة بيجري منها وبيهرب. وبعدها بفترة كبيرة جدا بنشوف بروس قاعد في البيت ومعاه سلسلة بتاعة بيتي وبيحاول يبعتها لها عن طريق البريد. وكمان بنشوف الجنرال روس قاعد في بار وبيشرب وبيسكر، وبعدها بيدخل على ستارك وبيقول له احنا بنجمع فريق جديد لمهمة سرية. لكن روس بيبص له باستغراب وبيقول له انت مين. وبس كده بيكون خلص فيلمنا. ولو عجبك الفيلم متنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة وتحط اللايك المتين. ولو عجبك الملخص متنساش تكتب لنا في الكومنتات عايز الفيلم الجاي يبقى ايه. وبس كده، سلام يا صديقي.